أنت ضائق صدرك، ضاق رزقك، كثر مرضك، كثر همك، كاد قلبك وصدرك أن ينفجر، تقلبت عليك الليالي وتلومت، علاقتك بالصلاة ضعيفة. أما ولو أنك تصلي كلما جاك أتاك الهم، أليس الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ الخاشعين المنيبين المنكسرين الذين إذا وقفوا بين يديه سجدت قلوبهم قبل أن تصل الجباه إلى الأرض. الصلاة أيها الأحباب ليست حركات رياضية مفرغة من الروح، الصلاة ليس خفض وركوع. ولذلك من أقبح ما تسمع بعض الكتاب وبعض المتفيهقين ينزعون روح الصلاة فيقولون الركوع يجعل الدورة الدموية تفعل كذا، والدم يندفع إذا سجدت إلى الدماغ ثم ينفجر إلى العروق. إن تفريغ الصلاة من روحها والحديث عن أنها حركات تنشط الدورة الدموية هذا تفريغ للروح. الصلاة لقاء العبد واتصال العبد بالله، وهو فوق الأرض لا يمكن أن يستغني عن الله، ولذلك بنى الله فوق ملكه بيوتا له. وهنيئا لمن إذا قال المؤذن الله أكبر رقص القلب فرحا وانطلقت الأقدام بعد أن تغسل الأبدان أطرافها بالماء النمير ويلتقي بربه ويقابل ربه. السلف الصالح منهم من كان إذا توضأ، ومنهم زين العابدين عليه رضوان الله ورحمته، كان يصفر وجهه. ورويت عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما: لماذا يصفر وجهك؟ قال: ويحك إني أسير للقاء ربي. يسير إلى لقاء ربي، يقفون بين يدي الله وقد نسوا الدنيا